اهلا بيكم. يا رب تكونوا بخير. كنا اتكلمنا من قبل ان عشان يكون عندنا خبرة في اي حاجة حابين نتعلمها او عشان اصلا نتعلمها صح اننا نستمر مهما كانت الظروف. طيب ازاي نستمر حتى لو تعبانين؟ هشارك معاكم النهاردة 3 حاجات وصلت لها مؤخرا بتساعدني ان دايما استمر حتى لو تعبانة. اتمنى انهم كمان يكونوا مفيدين ليكم. بس قبل ما نبدأ حابة اطلب منكم انكم لو حابين المحتوى اللي بقدمه تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان تدعموني. ويلا نبدأ. اول حاجة، امشي ببطء لكن ما تقفيش. يعني ايه؟ يعني انا لو في فترة تعبانة فيها، بدل ما كنت حاطة لنفسي 3 خطوات بعملهم في الأسبوع للوصول لهدفي، هعمل خطوتين بس أو خطوة واحدة. أقلل الخطوات وأمشي ببطء لكن ما أقفش أبدا. إنك تقفي تماما ده هيوقعك في حفرة كبيرة جدا جدا، هيبقى من الصعب إنك تخرجي منها بسهولة، وهيكون تقيل عليكي قوي إنك تبدأي من أول وجديد. وكمان المشي ببطء فيه فايدتين مهمين جدا. اولا انك بتحترمي تعبك وبتراعي نفسك وقت التعب. ثانيا انك بتحترمي المجهود اللي بالفعل انت بذلتيه من قبل علشان توصلي لهدفك. فاتعلمي دايما انك لما تكوني تعبانة تمشي ببطء بس ما توقفيش. ثانيا، عالجي الفكرة او عالجي فكرتك تجاه هدفك. انت شايفة هدفك ازاي؟ هل شايفاه حمل ومسؤولية زيادة عليكي، ولا شايفاه منطقة راحة واستعادة لذاتك؟ انك تكوني شايفة هدفك منطقة راحة بالنسبة لك، وانه الحاجة اللي بتعيدك لنفسك وذاتك، ده هيخفف عليكي حمل كبير جدا، وهيخليكي بدل ما تبعدي عنه وقت تعبك انك تلجئي ليه، لانه منطقة راحتك. تالت حاجة، اوعي ضميرك يأنبك لما تمشي ببطء، او انك تشوفي غيرك بيجري وانتي ابطأ منه. ما تدخليش في سباق مع حد، بصي لحياتك انتي واهدافك انتي وافرحي بالوقت اللي بتجري فيه، وتقبلي الوقت اللي بتمشي فيه ببطء. وافتكري دايما مش مهم ابدا السرعة اللي بنمشي بيها، المهم اننا ما نقفش. وبس كده. اتمنى تكونوا استفدتوا. اشوفكم مرة تانية. مع السلامة.